اوعى تدخل البورصه قبل ما تعمل الثلاث حاجات دول، والا هتطلع خسران خساره فادحه. مبدئيا انا واحد الحمد لله ما خسرتش بقالي 11 سنه، محصلتي في ال 11 عام كل سنه الحمد لله مكسب ومكسب جيد. ليه؟ عشان انا في الاول اتبهدلت عبال ما اكتشفت الكلام اللي انا بقوله لك ده. تفادى الثلاث اخطاء دول لو عايز ان شاء الله تعرف في البورصه تبقى متمكن. رقم واحد، ابعد عن كل الجروبات اللي الناس كلها بتتكلم فيها. بمعنى مفيش اي مشكله خالص انك تخش في جروب في واحد محترف انت بتثق فيه ايا كان هو مين، في ناس شاطره كتير بتسمع للراجل ده بس، او مجموعه من المحترفين بيديروا جروب. لكن الجروبات اللي هي ميغا اللي كل الناس بتقول رايها، البورصه 90% من الناس او ما اعرفش كام 70 80 في الرينج ده بيخسروا. فلو انت بتسمع كلام اللي بيخسروا مش هتبقى زيهم، ده انت هتبقى اقل منهم كمان. فرقم واحد، ابعد عن الزحمه والضوضاء. عايز تتعلم، اتعلم من كورسات تعليميه، اتعلم من حد يعلمك كويس، اتعلم من خبير انت متابعه، اتعلم من اي مصدر ما عدا تجمعات البشر اللي كلهم خسرانين اصلا. واحنا عندنا خدمات تعليميه للبورصه محترفه، بتبقى معايا بعلمك وبتبعت لي وبتسالني بفهمك كل حاجه. لو بعت لي على الواتساب اللي قدامك ده بنعلمك بورصه صح، ودي نقطه رقم واحد. نقطة رقم اتنين هي عبارة عن نقط كتيرة في بعض، هلخصهم كلهم في أقل من دقيقة. رقم واحد، ما تستخدمش حاجة اسمها وقف الخسارة، اللي هو أول ما السهم ينزل بيك 5% تقوم بايعه. دي حاجة اسمها وقف خسارة، السهم بيتباع أوتوماتيك لما ينزل تحت نقطة معينة عشان يحد الخسارة عند نقطة معينة. النصيحه دي لوحدها ما ينفعش تاخدها لوحدها. ما تستخدمش وقف الخساره، زائد اتعلم انك تنقي السهم الجامد اللي مهما نزل لازم هيرد للنقطه اللي نزل منها وهتطلع منه كسبان. وده ينقلنا لحاجه ثالثه في نفس النقطه، ما تشتريش باكتر من فلوسك. فانت النهارده داخل بمبلغ معين، شاري بالمبلغ ده، مش واخد قرض ولا واخد مارجن ولا اي حاجه. زائد رقم اتنين، شاري شركه جامده. رقم ثلاثه، مش عامل وقف خساره. لو عرفت تشتري الشركه الصح في الوقت الصح، صعب جدا تطلع خسران من السهم مهما نزل بيك. حتى لو نزل بيرد بيك. انا في اسهم نزلت بيا بعد ما اشتريتها 10 و15%، النهارده انا عامل في السهم الواحد منهم 40%. عندنا خدمه توصيات للبورصه الامريكيه لو عايز تعرف الاسهم دول ايه، وعندنا جروب توصيات للبورصه الامريكيه برضه هتبعت على الواتساب ده لو عايز تتعلم او عايز تبقى معانا في الجروب. رقم ثلاثة، حاجه بيعملها اغلبيه الناس للاسف، اوعى تخش بالعقليه قصيره الاجل اللي هي انا داخل عايز اعمل حاجه في وقت انسى. داخل معايا فلوس بتاعت اقساط لحد ما يجي القسط بعد 3 شهور. اوعى تعمل كده. ليه؟ لان حتى لو خدت القرارات الصح واشتريت صح ممكن تضطر يجي ميعاد القسط والسهم نازل. طب ما انت السهم ده لو كنت صبرت عليه كنت هتطلع منه كسبان، بافتراض انك عملت الحاجات اللي انا قلتها قبل كده. فاوعى تزنق نفسك بوقت في البورصه. واوعى، ده نقل لي النقطه بعد كده، اوعى تخش البورصه عايز تعمل منها مصدر دخل شهري. اوعى تخش تعمل عائد سنوي، اخر السنه تشوف انا كسبت كذا وتقسمه مع الشهور، برافو عليك، ده العائد بتاعك الشهري. لكن تبقى ملزم كل شهر لازم اطلع مبلغ معين، هتضطر تتصرف تحت الضغط وهتضطر تتصرف تحت بانيك وهتطلع في الاخر خسران. يا جماعه انا بقالي 19 سنه في البورصه، فانا عارف كويس انا بقول لكم ايه. واكيد الثقه بتبان في الكلام. يعني انا على فكره انا لو كلمتك في موضوع انا مش متمكن منه اكيد هتلاقي طريقه كلامي مختلفه. الثقه بتبان في طريقه الكلام بطريقه واضحه جدا. فانا بقالي 19 سنه، فعارف ايه اللي بيشتغل هنا وعارف ايه اللي ما بيشتغلش هنا، وعارف ايه اللي بينفع وعارف ايه اللي ما بينفعش.